الخاسرون. وأنفقوا، الإنفاق، الصدقات. وأنفقوا مما رزقناكم. ولا رزقك مين يا عم الحاج؟ مش ربنا اللي بيرزقك؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. نتصدق وننفق من مال الله الذي أعطانا إياه. فإذا كنا نمتلك الأموال فهناك آلاف البشر حرمهم الله من هذه النعمة. ما في واحد يا إخواننا عايز يكنز الأموال من هنا ومن هنا ومن هنا ومش عايز يتصدق خالص. الصدقة فيها رضا من الله سبحانه وتعالى للعبد، ده أولا. ثانيا، الصدقة تطفئ غضب الرب. الإنسان لما يتصدق لو ربنا غضبان عليك بيرضى عنك، ولو ربنا راضي عنك بيرضى عنك وبالزيادة. الصدقة ترفع البلاء. يعني خلي بالكم يا إخوانا، اللي عنده بلاء مقدر لو تصدق إن شاء الله ربنا هيخف عنه البلاء. الصدقة يتضاعف منها المال. يبقى اللي عنده مال عايز بس يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يبارك له فيه، يعمل إيه؟ يتصدق. بل في سنة إحنا بنبقى بعاد عنها خالص. هي إيه؟ داووا مرضاكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالزكاة. يعني اللي عنده إنسان مريض أو اللي هو مريض وعايز ربنا يشيل عنه، يعمل إيه؟ يتصدق. أنت عايز ربنا يشفيك، يشفي زوجتك، يشفي أولادك، يبارك في صحتك، يبارك في قوتك، تصدق بكل ما أوتيت من قوة. تصدق بكل ما أوتيت من قوة. ده بالعكس، أنا لو عندي حد مريض يبقى أنا أتصدق بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يشفي زوجتي أو يشفي أمي أو يشفيني أو يشفي حبيبي أو يشفي كذا أو كذا أو كذا أو كذا. سنن مهجورة ومجربة. فلذلك لما راجل بيحكي وبيقول كان أمه كانت مريضة جدا وكانت عرضت على دكتور، والدكتور قال هنعمل لها التحليل مرتين وبعد 3 أيام هنعمل العملية. فبيقول وانا كان راكب سيارته، راكب عربيته داخل البنزيمة، فقرأ داووا مرضاكم بالصدقة. قال والله يعني ده انا ناسي خالص، فتصدق بالمال وهو صادق. يا رب هذه الصدقات ابتغاء وجهك من أجل يا رب أن تشفي أمي. وراح تصدق على الفقراء وتصدق وتصدق وتصدق. ما هو صدقات يا أخوانا بتنفع في كل الأبواب. فقراء، عمل خيري في المساجد، في الأماكن اللي فيها ناس محتاجة، أبواب الخير كثيرة. يقول فتصدقت في اليوم التالي. تاني يوم اللي حصل، رايح الدكتور يعمل الأشعة، قال له أنت عملت إيه اللي حصل؟ ده أنا مش عارف، أمك ربنا سبحانه وتعالى شفاها ودي ما حصلتش قبل كده، حاجة نادرة، ده أنا عايز أسجل معاه حوار. إيه اللي حصل؟ قال له والله خدت داووا مرضاكم بالصدقة. الشافي من؟ الشافي من؟ الشافي هو الله سبحانه وتعالى. الشاهد في هذا نجتهد بكل ما أوتينا من قوة في رمضان، من الذكر من الطاعات أيضا الذكر، إنك تقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى كثيرا. فإن ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. اللي يذكر ربنا كده في نفسه وهو قاعد، ربنا سبحانه وتعالى بيذكره في نفسه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى اللي عايز برضه يتقرب لربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ عليه بالذكر. وكذلك ايضا الصلاة على رسول الله. الصلاة
على سيدنا رسول الله. صلينا على رسول الله. الصلاة على رسول الله مقدارها عظيم وفيها ثمرة جميلة. خلي بالك إن من أول الأعمال اللي ربنا بيقبلها بسرعة جدا الصلاة على سيدنا النبي. ولو أنت بقى لك مسألة عند ربنا، قبل المسألة ابدأ بالصلاة على سيدنا النبي، واختم بالصلاة على سيدنا النبي، وخلي الدعاء بتاعك في النص. يعني الأول كده صلي على سيدنا النبي، وبعد كده ادعي ربنا بالدعاء اللي أنت عايزه، واختم بالصلاة على سيدنا النبي، وربنا إن شاء الله هيستجاب للصلاة على النبي الأولى، وهيستجاب للصلاة على النبي الثانية، والله أقرب أن يرد ما بينهما. يبقى أيضا من الاستعداد لرمضان الصلاة على رسول الله. فرمضان أبوابه كثيرة. في النهار الإنسان يقدر يصلي ويتقرب من ربنا سبحانه وتعالى بكل ما أوتي من قوة. واللي عايز بقى يعني يبقى في طاعة غيرها، اوعى ننسى يا اخواننا صلاة التراويح. اوعى ننسى يا اخواننا صلاة التراويح فيها مقدار وثواب كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. صلاة التراويح من أجمل العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولكن اللي عايز يصلي التراويح وهو في نشاط يبقى خد بهدي سيدنا النبي في الفطار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال في البداية عن الطعام: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء. يعني الإنسان لما يقعد يفطر في رمضان ما يتقلش ويقوم شبعان، هيقوم بعد كده عايز لما يرقع ولا يسجد عايز حد يقومه، مش هيقدر يبقى نشيط. لأن الإنسان يقعد ياكل يقوم يبقى في مكان حتى للطاعة، علشان ما يتحرمش من هذه الأعمال الصالحة، الأعمال الجميلة مثل صلاة التراويح ما أعظمها، فإنها تلين القلوب. صلاة التراويح يا أخوانا بتعمل إيه؟ بتلين القلوب وبتخلي القلب متعلق بربنا سبحانه وتعالى، وبتخلي الإنسان مهيأ للطاعة في الليل، بل بتدخل الفرحة على القلب. يبقى الإنسان بس لما يبقى عايز يبدأ ليله بفرحة وعايز يختم اليوم بطاعة لا ينبغي أن يترك أبدا التراويح، لأنها ثواب كبير جدا. وللأسف بنخش أول أيام المساجد بنلاقي الناس ممكن تصلي بره المسجد أول يوم وتاني يوم معاك لحد أول أسبوع في رمضان. بنلاقي الناس زحمة في المسجد لدرجة إن ممكن تلاقي الناس في بعض المساجد بتفرش بره. طب بعد بقى ما نخش في 10 ولا 12 رمضان اللي بيتم الإنسان بيبدأ يكسر، والشيطان بيبدأ يضحك عليه. يا إخوانا إحنا جاي علينا رمضان بعد أيام أو ساعات، الله أعلم رمضان الجاي إحنا هنبقى فين. فالإنسان يعد العدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.